تخيل معي طفل ولد في عائلة فقيرة بمكان جبلي معزول بقرية فقيرة جدا اسمها لاتونا في بلدية بادي راجواتو بولاية سينالوا. وكان الناس فيها يحاولوا يشتغلوا بالزراعة، بس هذا الشيء ما كان مجدي أو مربح. وهي الولاية هي واحدة من الولايات المشهورة بتجارة المخدرات المعروفة بالمثلث الذهبي، بسبب كونها واحدة من 3 مناطق بيشتهروا بزراعة الماريجوانا والأفيون، وهن سينالوا، دورانجو، وتشيهواهوا. وهذا الطفل هو خواكين إيميليو المعروف بالتشابو بسبب قصره، وكان طوله 168 سنتي، بس كان من أخطر المجرمين وحتى أخطر من بابلو اسكوبار. جيب أكلك وتابع معي الحلقة، لأنه بهاي الفيديو بدك تشوف تفاصيل ما راح تلاقيها بمكان تاني. أما بالنسبة لعائلة هذا الطفل، كان هو الأكبر بين 11 أخ وأخت، وأبوه اللي اسمه إيميليو غوزمان كان شخص عنيف وبلا رحمة. كان يضربه قدام اخواته، كان دائم الغياب عن البيت ويترك العائلة تعاني من الجوع، وكان يتركهم بلا مصاري وما معهم مصاري يشتروا لبس، ويمشوا حفاة لشهور. وهذا الشيء خلى شخصية الطفل غير مستقرة، وهذا الشيء خلى امه ماريا لورا يكون لها دور كبير بتربيته والتأثير على شخصيته. درس التشابو بمدرسة ريفية بسيطة، وكان يروح على المدرسة بلبس مقطع ووجه شاحب، بس كان ذكي وما بيفكر مثل بقية الطلاب. بس ترك المدرسة بسبب الوضع المادي. ترك المدرسة بعمر 10 سنين تقريبا، وما كان بيعرف لا يقرأ ولا يكتب، بس تعلم بعمر كبير. بسبب غياب أبوه كان التشابو مسؤول عن البيت بعمر صغير، وكان يبيع البرتقال والعصاير على الطريق ويشتغل بالحقول ويجمع المحاصيل بمقابل مبلغ مالي صغير، بس ما كان هذا الشيء كفيه. لاحظ ناس بيربحوا أضعاف من تجارة صغيرة بالخفاء، هي الخشخاش والماريجوانا. بعمر 13 أو 14 بلش التشابو بزراعة الخشخاش بنفسه بجبال سينالوا، ويبيع للرجال التهريب المحليين. وكان يزرع بقطعة أرض جنب بيته، وكان يجفف الخشخاش بنفسه، وكان يشيله على ظهره ويبيعه ببلدات المجاورة. كان حذر من هو وصغير، ويزرع بأعماق الجبال حتى ما يشوفوا الجيش، ويخزن الإنتاج بكهوف صغيرة، ويتحرك بالليل مشان ما يشوفوا حدا. التشابو من هو وصغير كان عنده حس قيادي، وكان يوجه إخواته ويساعد أمه بتنظيم البيت، وكان عنيد كتير، وكان يقول لأمه إنه رح يغنيها وما رح تتم فقيرة. وكان عنده عقلية تجارية، كان يشتري برخيص ويبيع بغالي. حتى وهو صغير ما كان يخاف لا من الجيش ولا من الشرطة، وكان يجادل الأكبر منه بثقة وبدون خوف. التشابو كان يشوف بمنطقته مهربين كبار ويمشوا بسيارات فخمة وحماية من ناس مسلحة، وصار هدفه مو بس الزراعة والبيع، بده يصير هو اللي يحكم كل شيء. بسن 20 تقريبا انتقل التشابو لمدينة كوليكان عاصمة ولاية سينالوا. هون دخل فعليا بعالم التهريب المنظم ضمن أبرز المهربين بهداك الوقت. كان غوريرو يدير شبكة تهريب لصالح الكارتيل جواد الآخر، أكبر منظمة مخدرات في المكسيك. والوظيفة الحقيقية للتشابو تنسيق شحنات مخدرات من مزارع لحدود مع أمريكا، وضمن تسليمه بالوقت المحدد. وهذا اللي أعطاه لقب الرجل الذي لا يتأخر. في عالم الكارتيلات الالتزام بالوقت ليس مجرد مبدأ، بل مسألة حياة أو موت. التشابو بلش يبني سمعته على 3 شغلات: الأولى الولاء، الثانية السرعة في تسليم الشحنات، الثالثة الوحشية في معاقبة من يخون أو يخطئ. مرة تأخرت شحنة صغيرة من كوكايين بسبب أحد السائقين، أمر التشابو بقتله فورا أمام العاملين الآخرين ودفنه على الطريق كتحذير. هذا الحادث عزز سمعته كرجل خطير لا يرحم، رغم أنه كان صغير بالسن مقارنة بباقي الزعماء العصابات. بالثمانينات بدأ التشابو يدير شركة تهريب تستخدم شاحنات مبردة وسيارات خاصة معدل بفتحات سرية وطائرات صغيرة تهبط بأماكن نائية على الحدود. وكان من أوائل من اقترح فكرة استخدام الإنفاق تحت الأرض بين المكسيك وأمريكا، بس التنفيذ أجا بعدهم. في هي الفترة بلش التشابو بالتقرب من زعيم الكارتيل الكبير هو فيليكس غاياردو معروف بالعراب. التشابو أظهر إخلاص كبير لزعيم، وسرعان ما ترقى من مساعد لمدير طرق التهريب. بعدها
بدأ بمنح صلاحيات أكبر على حساب رجال أكبر منه سنا. لما تم القبض على العراب عام 1989 انقسم الكارتيل لعدة فصائل. اللي تشابو لم يتردد، جمع حلفائه في سينالوا وأسس ما سمي لاحقا بالكارتيل سينالوا، وما كان مجرد زعيم عصابي عادي، كان مبتكر استراتيجي. من أبرز خططه أنفاق تحت الأرض بين تيخوا المكسيك وسان دييغو أمريكا. أول نفق تم اكتشافه سنة 1990 وكان بطول أكثر من 100 متر تقريبا، وشاحنات مبردة مملوكة لشركات وهمية تنقل كوكايين مموه بين فواكه ولحوم، وطائرات خفيفة بدون ترخيص حاويات البضاعة العالمية. وبلش حرب دموية ضد الكارتيلات المنافسة، خاصة كارتل تيخوانا، من أخطر النزاعات يلي دخلها تشابو. أبرز المواجهات محاولة اغتياله سنة 1993 في مطار غوادلاخار، بس بدل ما يقتل أصابت الرصاصة كاردينال مكسيكي بارز بالخطأ، وأثارت الحادثة ضجة دولية. بعدها بلشت الحكومة المكسيكية بمطاردة تشابو علنا لأول مرة. بعد حادثة المطاردة هرب تشابو إلى غواتيمالا، بس تم القبض عليه هنيك وتم تسليمه إلى المكسيك. سجن تشابو بسجن بوينتا جراندي، سجن شديد الحراسة. نسبة هذا السجن 1:2، يعني كل مجرم معه حارسين، وكان مخصص لكبار المجرمين زعماء العصابات. السجن كان فيه حيطان عالية وأبراج مراقبة فيها أفراد مسلحين بأقوى الأسلحة، والطريق للسجن فيه نقاط أمنية وكأنه قاعدة عسكرية، بس كان يعيش كأنه بفندق 5 نجوم بسبب الرشاوي، رشاوي بالملايين، غرف خاصة، زيارات مفتوحة، هواتف ونساء وطعام فاخر. وكان يدير الكارتيل من داخل السجن ويعمل صفقات، وكان حر. كل هاد كان يقدم له إياه نائب مدير أمن السجن داماسو لوبيز، اللي تشابو اشتراه حرفيا، اعطاه بيت وسيارة وراتب. وخلوا داماسو ببالكم لأنه رح يكون له دور كبير بقصة تشابو وعصابة تشابو. كانوا يهربون المخدرات من تحت الأرض ومن غير ما ينشافوا، وهذا الشيء رفع نسبة التهريب بشكل كبير. صار دخله أكثر من 20 مليون دولار شهريا، تشابو كان مرتاح بسجنه، لأنه المكسيك بهداك الوقت ما كانت تسلم زعماء العصابات لأمريكا، بس أمريكا كان بتطالب فيهم لأنهم هي المتضرر الأكبر. السجون هناك أفضل ويكونوا بعيدين عن عصاباتهم وعن المشتتين. بسنة 2001 المحكمة العليا بالمكسيك أصدرت قرار بإمكانية إعطاء زعماء العصابات لأمريكا. كان تشابو مو متضرر كتير بالسجن قبل القرار، بس بعد القرار حس بالخطر، قرر الهروب ولازم تكون بسرعة. وفعلا خلال أسابيع بس حط خطة متكاملة وبدأ تنفيذها. تشابو كان عارف انه لازم يشارك اقل عدد من الافراد. اعطى رشوة محترمة لصاحبه داماسو نائب مدير الامن بالسجن، وقال له بصريح العبارة انه محتاج يهرب من السجن. داماسو قال له تمام. تخيل، هذا نائب مدير امن باشد سجن بالمكسيك، بس شو يفيد الحراسة من برا اذا الرشاوي والفساد موجود بالداخل؟ تشابو اتفق مع صاحبه داماسو انه راح يقلل عدد الحراس بتاريخ 19 يناير 2001. هاد كان اليوم يلي بده يهرب فيه تشابو. طبعا داماسو ما رح يقلل عدد الحراسة بالسجن كامل، رح يقللها بالقسم يلي فيه تشابو. واللي تشابو عطى رشوة لعامل السجن، عامل اسمه شيتو. شيتو كان واحد من عمال المسؤولين عن غسيل الملابس، ومهمته كانت انه ياخد عربة الملابس، يجمع الملابس الوسخة من المساجين، وبعدها ياخد عربة لبرا السجن ويحطها داخل سيارة فون، السيارة اللي تاخدها بعدين للمغسلة. شيتو كان الخيار المناسب لأنه مجرد عامل عادي ما يلفت الأنظار، وكان يعمل شغلته المعتادة يلي عملها يوميا، فما كان حدا من الحراس يهتم فيه. وجا التاريخ الموعود 19 يناير 2001، وشيتو فتح الزنزانة لتشابو وساعده مشان يدخل بعربة الملابس الوسخة، غطاه بالملابس ومشاه بالعربة، وعمل كل هذا بسهولة لأنه ما في حراس عددهم جدا قليل بالقسم. بس بلحظة من اللحظات شيتو كان يدفع العربة، وصل لوحدة من البوابات وكان عليها حارس واحد، فوقف شيتو العربة وتركها مشان يحكي مع الحارس مشان يفتح له الباب. العربة بسبب الوزن يلي فيها بلشت تمشي لحالها لورا. تشابو كان خايف انه العربة تخبط بالحيط ويقلب وينكشف، لكن بسرعة شيتو ركض ومسك العربية وكمل الطريق عادي وطلع برا السجن. وكان في سيارة عم تستنى تشابو، ركض وطلع بشنطة السيارة وطلع برا السجن
واللي كان عم يسوق السيارة كان حارس من السجن من الحراس المرتشين. البوابات الخارجية ما حدا وقفه أو فتش السيارة. بسرعة طلع، مع انه عملية الهروب انكشفت بسرعة، بس عملية المطاردة اتأخرت كتير لأن نص الشرطة المحلية كانت بجيب التشابو، فما تحركوا بسرعة بعملية المطاردة، وهذا الشيء طاب فرصة انه يبتعد مسافة كبيرة عن السجن. بس وصل خبره للشرطة الفيدرالية، وهدول صعب انه التشابو يرشيهم مثل الشرطة المحلية، وبدأت الشرطة الفيدرالية المطاردة. رجال التشابو كانوا ينتظرون على مسافة قليلة من السجن، وأول ما وصل غيروا السيارة بسرعة ونقلوه على السيارة، نقلوه لسيارة مصفحة وبعدين أخذوه لمكان، وكانت تنتظره في طيارة هليكوبتر. ركب الهليكوبتر يلي نقلته لمكان تاني، يلي هنيك كانت تنتظره سيارة مصفحة جديدة. يعني لفوا فيه الدنيا، نقلوه 4 نقلات بالبر والجو، يعني صار تتبعه شي مستحيل. آخر سيارة ركبها التشابو أخذته لمكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. هناك وهم ماشيين بالشارع التشابو طلع من الازاز الخلفي وشاف وراهم سيارات ودراجات شرطة تقرب منهم وتحاصرهم. التشابو توتر، معقول قدروا يحددوا مكانه؟ بعد كل اللف هاد سأل السواق وهو متوتر كيف عرفوا مكانه، فالسواق لف عليه وقال له لا تخاف يا زعيم، هدول شرطتنا. التشابو اخذ نفس عميق وارتاح. وانتوا تخيلوا المشهد، التشابو ماشي بسيارته بوسط سيارات ودراجات الشرطة بالعاصمة وكأنه رئيس، والشرطة الفاسدين كانوا محاصرينه حتى يمنعوا الشرطة يلي مش مرتشين انه يكشفوا مكان التشابو. وما حدا راح يتوقع انه التشابو وسط موكب شرطة، فضلوا معه حتى وصل لواحد من البيوت الآمنة التابعة لعصابته. عملية الهروب يلي عملها التشابو خلت اسطورة، وكتير من الناس تقول انه اكبر من القانون ما حدا يقدر يمسكه. التشابو 14 سنة حر. بهال 14 سنة التشابو تم يتنقل من البيت والمقرات الآمنة يلي تابعة لعصابته، والكثير منها موجود بأماكن معزولة بين الجبال. لمدة 14 سنة هي كبرت امبراطورية التشابو بشكل مجنون. صار يهرب الكوكايين بقيمة مليارات سنويا، مو بس بأمريكا، كمان أوروبا وآسيا وأستراليا. سيطر على 65% من سوق الكوكايين والهيروين والماريجوانا في أمريكا، وتوسعت عصابته والأماكن اللي سيطروا عليها بالمكسيك. صارت أقوى عصابة مخدرات بالعالم بدون منازع، وحتى يعتبروها الأكبر بالتاريخ، أكبر من ميدلين كارتيل يلي هي لبابلو اسكوبار. وطبعا الوصول لهذا الحجم والسيطرة مستحيل يصير بدون عنف. أعمال العنف كانت مجنونة، خصوصا بمدن شمال المكسيك، المدن يلي عندها حدود مع أمريكا، لأنه هاي المدن يتعاملوا فيها بالتهريب. كان الوضع عبارة عن حرب، والتشابو وعصابته حولوا هاي الأماكن لأماكن حرب، وتسببوا بكمية دمار وقتل غير مسبوق بعالم العصابات بالمكسيك. التشابو قدر يدمر العصابات التانية وحدة ورا وحدة، وقدر يستولي على كل الأماكن الشمالية، فصار المسيطر الأكبر والوحيد تقريبا على حركة المخدرات بين المكسيك وأمريكا. فالسلطات المكسيكية والأمريكية كانوا مسخرين كل القوة للقبض عليه بسنة 2014، يعني بعد 14 سنة من هروبه من السجن. في هداك الوقت القوات المكسيكية بمساعدة الأمريكان قرر يتبعوا طريقة جديدة، تبع الناس يلي حواليه، أبنائه وزوجاته ومعاونينه المقربين. هدول كانوا أكتر ناس يعرفوا عنه، وبهي الاستراتيجية قدروا إنه يوصلوا لمساعدة تشابو تقني. الشخص اللي كان مسؤول عن العصابة، هذا الشخص كان شاب كولومبي بالعشرينات من عمره، فقدروا الاستخبارات إنه يقلبوا هذا الشاب ويخلوه يشتغل لصالحهم. ومساعدته قدروا انه يخترقوا شبكة الاتصالات المشفرة يلي يستخدمها التشابو وعصابته، وبهي الطريقة قدروا يعرفوا موقع التشابو بالضبط، وعرفوا بهديك الفترة انه متواجد ببيت بمنطقة بولاية سينالوا يلي هي مركز عصابته. البيت هذا كان المفروض من البيوت الآمنة للتشابو، وقدروا يحددوا موقع البيت بالضبط. وبتاريخ 17 فبراير 2014 فريق من القوات الخاصة المكسيكية ومعهم فريق من قوات مكافحة المخدرات الأمريكية حاصروا البيت وبدأوا بعملية اقتحام بهذا البيت. ما كان بيت عادي، كان ورا باب البيت في باب تاني مصنوع من الفولاذ، فقوات الخاصة حاولوا يكسروا الباب. بهاي اللحظات التشابو كان نايم داخل البيت، ومساعدته فجأة دخلت الغرفة وهي تصرخ إنه الجيش المكسيكي على الباب. والتشابو صحي وهو يسمع صوت الضرب اللي على الباب. القوات اللي برا وهن يكسروا الباب الفولاذي كانوا يشوفوا من الشباك انه في حركة داخل البيت، في ناس يرقدوا داخل البيت، فكمل ضرب على الباب اكتر. وطبعا شبابيك البيت كانت نفس الشيء محصنة، والبيت كان مدرع، واصلا الشبابيك كانت صغيرة.
صعب انك تدخل منها، فكان كل تركيزهم على الباب، وفي النهاية هن محاصرين البيت من جميع الجهات، ما في باب تاني غير هذا. فتموا يضربوا الباب لحد ما انكسر واقتحموا البيت، ودخلوا على البيت وما لقوا حدا في البيت، ودوروا بكل زاوية جوا البيت وما لقوا حدا. هربوا عن طريق النفق. كانت العصابة حافرته كان تحت البانيو. كانت العصابة بكل بيت آمن تحفر نفق تحت الأرض للهروب. اللي تشابو هرب لمدينة أخرى، مدينة مازتلان، مدينة ساحلية سياحية. اللي تشابو راح عليها فكر إنه ما حدا رح يعرف مكانه، بس يلي ما بيعرفه إنه كان مخترق شبكة اتصالاته وتليفونه. الشرطة حددوا موقعه بفندق، وجهزوا فرقة قوات خاصة وحاصروا المكان واقتحموا المكان، وقبضوا على تشابو بدون أي مقاومة، واخدوه على سجن التيبلانو، أقوى سجن في المكسيك. جدرانه إسمنتية وأبراج مراقبة وأسلاك شائكة وخنادق، ومربوط بإجره جهاز GPS مراقب 24 ساعة. يقال هنا لا أحد يهرب، أو هكذا ظنوا. بس التشابو كان عنده رأي تاني. أرسل رسالة لزوجته خلال الزيارة: قولي لهم يبدأوا بالحفر على بعد 1.5 كيلو من السجن، عقار مهجور وسط أراضي زراعية. اشتروا عصابة التشابو وسجلوه باسم شخص لا يثير الشكوك، وبدأوا الحفر. عرفوا موقع الزنزانة عن طريق جهاز GPS. كان داخل ساعة هربت زوجة التشابو للسجن. داخل النفق أنابيب تهوية، آلاف الأمتار من الأسلاك، إضاءة شغالة 24 ساعة، سكة حديد مركبة معدلة بدراجة نارية، كل شيء معد للهروب. 11 يوليو 2015 الساعة 8:10 المساء، كاميرا مراقبة داخل الزنزانة. التشابو قاعد على حافة السرير ومشغل فيلم كوميدي على الآيباد، ومعلي الصوت على أعلى درجة حتى يروح أصوات الحفر. يرتدي حذائه ويوقف ويتوجه لحائط الاستحمام ثم يختفي. فتحة تفتح في الأرض. التشابو ينزل للنفق. داخل النفق يشغل الدراجة النارية ويمشي بسرعة داخل النفق لمسافة 1.5 كيلو. عند الخروج يستناه دراجة رباعية تنقله لشاحنة مغلقة. يختفي تماما. بعد الهروب التشابو ب6 أشهر حددوا موقعه بأحد البيوت الآمنة للعصابة عن طريق تحركات غريبة لعصابة سينالوا كارتيل. المخابرات اتجسسوا على المكالمات وسمعوا انه في كلمة الجدة تتكرر، يقولوا الجدة قادمة، فشكوا انه الجدة هو التشابو، لانه الحراسة مستحيل تكون لغير التشابو. وضلوا يراقبوا البيت حتى اجوا 3 سيارات سوداء مفيمة ودخلوا داخل البيت، فما عرفوا يتأكد. وعلى بعد 20 كيلو من البيت لقوا التشابو مجموعة من الشرطة الفيدرالية والقوا القبض على التشابو. التشابو حاول يرشيهم وقال لهم رح تشوفوا مصاري بعمركم ما شفتوها، بس ما ارتشوا. التشابو عصب وبلش يهدد ويقول رح تموتوا انتم وعائلتكم واصدقائكم. وصوروا التشابو وبعتوها لرئيسهم، قال لهم توجهوا لفندق قريب منكم وتحصنوا القوات بالطريق، لانه في تحرك كبير لعصابة التشابو بالمنطقة. بعد ما تحصنوا بالفندق سمعوا صوت سيارات متوجهة إلهم. التشابو ضحك وقال لهم انه عصابتي قادمة ورح تندموا انه ما قبلتوا العرض ورح تموتوا. بس تحولت ضحكة التشابو لحزن لما شاف السيارات هي القوات الخاصة. يناير 2017 التشابو رجع للسجن التيبلانو بس بحراسة أكثر. التشابو في زنزانته يفكر بخطة جديدة للهروب، لكن فجأة قوات الخاصة تفتح الزنزانة، يقيدونه وينقلوه المروحية ثم لطائرة خاصة وحلقوا شعره بالطيارة. تهبط الطائرة في نيويورك، يفتح عينه ويسأل وين أنا؟ يجي عميل DEA انت في نيويورك. انتهت اللعبة يا التشابو. سجن فلورنس كولورادو. السجن هاد لكبار المجرمين وكل يلي فيه مسجونين بانفرادي. زنزانة اسمنتية مساحة 2 في 3 متر، لا نوافذ، 23 ساعة بالزنزانة وساعة واحدة باليوم يخرج لمكان مغلق بالسجن. من أنفاق الهروب إلى قبر من الخرسانة. هذا ليس سجنا، هذه النهاية. وانتهت قصة التشابو، ولحد الآن هو مسجون حكم مؤبد و30 سنة إضافية. اكتبوا رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا تدعموا القناة بلايك واشتراك. كان معكم مجد عيد.